اخفاقات وخسائر في البطولة الأولمبية لجميع الفرق للأسف الشديد وجميع الألعاب. من لحظات منتخب مصر كرة اليد بيخسر بعد ما كان متقدم بفرق 4، اتهزم 29-28، ما قدرش يحافظ على فرق الاربع نقط بينه وبين او الاربع تجوان بينه وبين منتخب اسبانيا، وخسر 29-28 وخرج من البطوله. قبله كمان لعب المصارعه، خرج النهارده برضه، وسلاح الشيش، واغلب الالعاب. مين هيحاسب على الفاتوره دي؟ مين هيحاسب على الاخفاقات؟ كمان محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، وصلت المفاوضات لمرحله متقدمه جدا امبارح بعد ما النادي الفرنسي وصل المبلغ